تيجي انطلاقا من اننا طالبنا بمركز متعدد التخصصات وتمنعنا من هذا المركز، وتنجيو تنتفاجئوا بان المركز تيسد الابواب ديالو في وجوهنا مع الربعه. المفروض ان هذا المركز هو ديال الشعب المغربي، والمفروض انه تيخضع للنظام ديال التوقيت، والمفروض انه يكون مفتوح في وجه جميع الجمعيات. حنا كنتعاملوا بواحد النوع من التمييز، وكنلاحظوا بان الباشا هنا كيقوم بالتعليمات، بل ما اكثر من ذلك تيدير اكثر من التعليمات. ماشي هذه اول مره كنتمنعوا، تمنعنا المره جوج مرات دابا، وهذه المره الثالثه اللي تنتمنعوا من نشاط عادي حول الاعلام والديمقراطيه اللي غادي يقدموا الاستاذ الساسي. وبالتالي حنايا درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه ورجعنا مسيره احتجاجا على المنع الذي تتعرض له الجمعيه والتي تتعرض له حقوق الانسان. وهذا تيدل على اننا راجعين لسنوات الرصاص، لان المنع وصل كنا تنصحابوا بانه غادي يكون غير منع مؤقت، فاذا به منع مستمر، وما تتمنعش غير الجمعيات، يتمنعوا عده جمعيات. وراه هذا الشيء تينبأ باننا غاديين خطوات الى الوراء، وغاديين في واحد الخطوات اللي هي غادي تؤدي بنا في المستقبل واحد المساله اللي لا تحمد عقباها. وحنا كنبهوا المسؤولين باننا كنديروا معاهم القانون، كنحاولوا معاهم، ولكن للاسف اننا تنتمنعوا تنتحاصروا. وجمعيه عندها الوصل الاذاعي ديالها، جمعيه قانونيه تتمنع من الانشطه ديالها. هذا مسيء للدوله المغربيه، هذا مسيء لحقوق الانسان، هذا مسيء لكل ما تتبجح به الدوله من انها تحترم القوانين وتحترم حقوق الانسان وتطبق الدستور. وهذا منافي للدستور ومنافي لجميع الاعراف وجميع الحقوق. وبالتالي حنا كنحتجوا وكيحتجوا معنا جميع المواطنين على هذا المنع اللي تتعرض ليه الجمعيه. والجمعيه معروفه في المنطقه بانها واجهه نضاليه تربيه على حقوق الانسان لفتح الخروقات، وهذا ما نتعرض له هو مسيء للدوله المغربيه ومسيء لحقوق الانسان. وخاص الدوله المغربيه تجمع راسها وتحل المشكل ديال الجمعيه المغربيه. وتحيه.